حقوق شنو جاية تتكلمي عنها؟ وعشان أوريكم المفاجأة، أنت أبوك ما حاج أحمد. قهوة عليك الله يا أخي. يا سعيد مالك مكتئب كده؟ ما على طبيعتك زي كل يوم، الحاصل شنو؟ ما الليله مرتضى، انا عندي اسبوع مكتئب يا مرتضى. مالك الحاصل شنو يا سعيد؟ أنا زول صاحبك أحكي لي الحاصل شنو؟ مرتضى عندي مشكله مع اخواتي في البيت لدرجه انه طردوني من البيت يا مرتضى. سعيد ما بتخجل أنت الزول المسؤول من ناس البيت تقول لي متشاكل مع ناس البيت؟ مرتضى كلامي منطقي، اخواتي قاعدين يجيبوا اولاد البيت وانا قاعد يا مرتضى. شنو؟ سعيد هاي زي ما سامع. أنت ما راجل ولا شنو يا سعيد؟ وأقول لك كلام من يوم الليلة، أنا لا بمشي معك لا أنت بتعرفني ولا أنا بعرفك، لأنه ما ممكن أنا أمشي لي مع زول ما راجل. اعمل شنو انا مرتضى؟ سعيد امي قاعده واقفه معاهم وهم بيجيبوا اولاد في البيت، اعمل شنو انا يا مرتضى؟ سعيد أنت راجل البيت يا سعيد. اقول لك كلام انا والله ما همشي معك، ما همشي معك من يوم الليله، لانه انا بمشي مع رجال. ريان، ما شايف البيت بدون أخونا كده ما حلو؟ لا طبعا بالعكس، حاسة انه فضى علينا البيت بقيت انا اخذ راحتي وانت تاخذ راحتك، تطلعي براحتك وانا اقعد مع نور براحتي. احساس حلو يعني، كذا كان كاتم على نفسنا شديد. برضو يعني في النهاية هو أخونا. اخوك كان بيكتمك، حتى لو اخونا كان بيكتمنا كان قاعد على نفسنا، احنا بقينا احرار بس. كيفك يا سعيد يا ولدي؟ والله الحمد لله يا عمتي تمام. كيف اخواتك؟ والله طيبين الحمد لله. مالك يا سعيد زهجان كده وما عاجبني؟ ما في حاجه يا عمتي. لا ما عاجبني كده، كلمني في شنو الحاصل شنو؟ مالك يا ولدي؟ ما انا عمتك كده، احكي لي وقول لي جواك. والله يا عمتي بصراحه انا اتشاكلت مع اخواتي وامي لدرجه ان امي طردتني من البيت. طردتك من البيت؟ كيف الكلام ده؟ كيف تطردك من البيت؟ والله يا عمتي انت عارفه انه اخواتي ما بيحترموني، قاعدين يجيبوا اولاد وانا موجود في البيت، واختي التانية بتتكلم بالتليفون، وانا حاولت اتكلم معاهم كم مره وامي ما يدام على الموضوع ده، وانا الموضوع ده ما عاجبني. ابوي لما ربنا يرحمه وصاني عليهم، وانا راجل البيت مفترض امي تحترمني. اتكلمت معاها كذا مره ما قاعد تسمع كلامي. ما من حقها تطردك من البيت. اصلا دي عمايل امك، وانا عارفه من زمانك متشاكله معاي ومتخاصمه معاي، لكن ما من حقها تطردك. انت الولد اللي في البيت وانت الراجل وانت اخو البنات ديلا. طيب يا عمتي انا اعمل شنو هسه في الموضوع؟ وديل اخواتي اعمل شنو يعني؟ ده حق من حقوقك، ونمشي حسه دي نحل المشكله، وانا بحلها يا ولدي. عمتي انا ما داير اتشاكل مع اخواتي ودي امي، ما داير اتشاكل معهم وادخل معاهم في مشاكل وكلام زي ده، فرجاء ما تدخليني في حته. طيب قلت لك قوم يلا نمشي حسه دي نمشي ليها، نمشي حسه، انا امشي اشوف الموضوع ده. يا شوشو يا بنتي يا شوشو، نعم يا ماما. شوفي في منو في الباب. حاضر. السلام عليكم. أهلا. تفضلوا. ما السلام عليكم. أنت تاني جيت؟ جينا. جيت لشنو؟ عشان شنو؟ أنا مش طردتك من البيت ده؟ حد هيفا انا هستأذن. لا يا عموري ما تستأذن، هم اللي حيمشوا. حجيكم في وقت تاني ان شاء الله. ما من حقك تطرديه من البيت ده ولدك الكبير ومسؤول من اخواته، وهو الراجل في البيت ده. هو ما مسؤول من نفسه، هيبقى مسؤول من اخواته؟ قاعد في البيت عاطل ما عنده موضوع، واكل شارب نايم بدون لازمه قاعد اصلا. ولا يعني انتوا جايين تتهجموا علينا كده بالمختصر المفيد كده. انتوا جايين عايزين شنو؟ اديه حقوقه الخلاله وابوه حاج احمد. حقوق شنو جايه تتكلمي عنها؟ وعشان اوريكم المفاجاه، انت ابوك ما حاج احمد ولا انا امك. احنا لميناك من الشوارع، لكن للاسف عملنا فيه خير وطلع شر. اتفضلوا واطلعوا برا.